السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل الفراخ المشوية في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معانا طماطميتين وبصلتين وفلفلاية وأربع فصوص توم ومعلقة معلقتين دبس رمان ومعلقة صلصة وبهارات 7 بهارات وبابريكا ومعلقة بابريكا كبيرة ومعلقة فلفل أسود، معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة بهارات شوي ومعلقة بهارات فراخ. نضرب اول حاجه البصل والطماطم في الخلاط، وبعد كده ننزل او في الكبه ننزل عليها معلقتين الصلصه. بعد كده نضيف معلقتين الدبس الرمان، بتديها طعم حلو جدا، لو ممكن نستغنى عنه لو مش موجود، بس هو بيدي اضافه حلوه لطعم الفراخ. ومعلقه صويا صوص برضو لو متاح، معلقه خل وربع كوبايه زيت. هننزل بقى بالبهارات، الفلفل وبهارات 7 بهارات وبهارات الفراخ وبابريكا وملح وكمون وكزبره ناشفه. هنضربهم بقى. هنا بقى الفراخ طبعا بنكون نقعينها في ميه وملح وخل وسكر قبل ما نتبلها، نسيبها حوالي ساعه كده منقوعه في الميه، وبعد كده بنفتح كده الصدر كده وندخل الحشوه من كل حته في الفراخ. يعني يفضل انها تتبل من بالليل، لو ما فيش وقت ممكن تتبلها قبلها بساعتين، بس افضل حاجه من بالليل بتدي طعم احلى للفراخ وبتتشبع من التتبيله. هنا تبلتها بقى وسبتها بقى بيتها يوم كامل. هسيبها بقى في التلاجة لحد الصبح. هنشويها بقى في الفرن. هنجيب صينية نحط فيها مية ونحط شبكة كده ونحط عليها الفراخ. لو مش متاح عندك كده ممكن تسويها شوية على البوتاجاز وبعد كده تدخلها في الفرن، مش من غير شبكة ولا أي حاجة. مستوية وطعمها حلو جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم عشان الفيديو عجبكم.